لا تتعلق بأحد كثيرا، فمهما كانت علاقتك به قوية قد يأتي يوم ويجد بديلا عنك، ويقل السؤال والاهتمام بك. وعند سؤالك له إما أن يعتذر بالظروف أو يذكرك بزلاتك ويضع اللوم عليك. لذا عش على مبدأ وجودهم لطيف وغيابهم لا يضر، فالحياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت. فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها، فعندما تصطدم بالصعاب ابتسم، وتذكر أن كل عقبة هي فرصة للنمو. وكلما تعظمت التحديات في حياتك تذكر أن النجوم تشرق في الظلام، وأن لكل عاصفة نهاية. فلا تجبر نفسك على محادثة من يتجاهلك، ولا تدخل في معارك لا تخصك، ولا تنافس لكسب ود من لا يدرك قيمتك. فلا تندم على أي شخص دخل حياتك ورحل، فالمخلص أسعدك والسيء منحك التجربة، والأسوأ كان درسا لك، أما الأفضل فلن يتركك أبدا.